سلام بنات، كاملين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نحضر معكم هاد ميني مخمر في الفرن البنات اللي تيجي ولا اروع، بحال القروصه البنات، واحد تفشفيشه واحد تقرويشه من الفوق تيجي اكثر من رائع. انا متاكده لا جربتوه غادي يولي معتمد عندكم. بالنسبه للمبتدئين اسهل ما يكون البنات. بلا ما نطول عليكم دوزوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه البنات خديت العجانه، انا نعجنهم في العجانه اللي يمكن لكم تعجنوها في القصعه. خديت هاد الكاس يعبر لي كاس العنبه، عملت 4 الكيسان ديال الدقيق الرطب، عملت 4 الكيسان وغادي نضيف عليهم واحد كاس عامر بومبي ديال الدقيق فينو البنات. وعندي هنا معلقه كبيره عامره ديال الحليب غابره اللي يمكن لكم تستغناو عليه، طريقه الملحه والسير واحد البياض ديال البيضه البنات اللي تيخلي العجينه تجيكم غزاله. واحد معلقه صغيره عامره ديال الخميره حبيبات، معلقه ديال العسل، وغادي نعجنهم بالماء دافي. عملت واحد المعلقه ديال الزيت نباتي البنات. عادي نخلط العجانه ديالي، خدات لي انا 2 كيسان د العنبه د الماء دافي. ودائما تنقول كل واحد والدقيق ديالو، يعني تتخوي الماء وتتشوفي القوام د العجينه. خليتها البنات تعجنت مزيان كما شفتوا، طلقت الخيط ديالها. غادي نجمع العجينه ديالي. وشوفوا العجينه تنوريكم، العجينه راه مدلوكه كما قلت لكم، يمكن لكم ديروها عا في القصعه البنات. راه انا مزروبه قلت انا نخلطها في العجانه. دهنت البنات يدي بالزيت النباتيه ودهنت العجينه ديالي، عملتها في بلاصتيكه خليتها ترتاح واحد 10 دقائق. خديت واحد زلافه، عملت معلقه ديال السميده ومعلقه ديال النشا، يمكن لكم ما عندكمش النشا تعملوها معلقه دقيق، ومعلقه صغيره ديال الخميره الحلوه. وعملت تما شويه ديال الزبده اللي مذوباها، خويت عليها وخلطتها وحطيتها على جنب. كانت العجينه ديالي دازت واحد 10 دقائق. شوفوا ما شاء الله، راه كما قلت لكم يمكن لكم تعجنوها في القصعه وتعملوها في بلاصتيكه ترسح، راه تتعجن راسها بيد. رانا عودتكم دائما تنعمل ديك الطريقه للعجينه. ما شاء الله العجينه راه رخوه، وهذيك بياض البيضه البنات راه تيعطي ديك العجينه واحد الرخاوه وتتساعدكم في الطلق ديالها، راه تيعطيها واحد القوام غزال. قسمت العجينه ديالي البنات على 4 ديال الكويرات، ولكن الحجم ديالهم كبير. دهنتهم بالزويته وحطيتهم نحطهم يرتاحوا واحد 5 دقائق، يعني مجرد لان العجينه ديالنا راه فيها الخميره، راه دغيا تتنفخ لكم او تتخمر لكم ما شاء الله. خديت سطح، دهنت سطح العمل بالزيت النباتي البنات، وتنطلق العجينه ديالي بكل سهوله. كما قلت لكم هذاك بياض البيض راه تيعاونكم، تعطيها واحد القوام. جربوه غادي تولي معتمده عندكم هذه الطريقه ديال العجينه. صافي تنسرح المسمنه ديالي. صافي تنسرح العجينه ديالي مزيان البنات، وتناخذ عندي تمايا ديك الزبده اللي مذوباها مع ديك النشا وديك المعلقه ديال الخميره الحلوه والسميده البنات. صافي تنرشها تندهنها مزيان وتنبقى نطويها كما شفتوا. ما نطويهاش بحال الشكل ديال المسمنه نتوما تتشوفوا، تنبقى نطويها من التحت، تنبقى طالعه بها هيداك وانا تنقرصها البنات. وحتى لا تقطعت لكم ما تخافوش، يعني راه تجي ناجحه هذه العجينه وطلقه راسها رخوه. تجي تتساعدكم، واحد العجينه اللي تتساعدكم من تكونوا تطلقوها. صافي بقيت تنطوي من وصلت للاخر، رجعت ديك الطويه عليها البنات. وغادي نشبر واحد الموس او جراره ديال البيتزا، وغادي نقطعهم الشكل الحجم ديال الكريسات او المليويات قداش بغيتوهم يجيوكم ستيتون. انا عملتهم صغيورا، ولكن لا بغيتوهم يجيوكم كبار تقطعوا السمك ديال العجينه، تقطعوا العجينه ديالكم كبيره شويه وغادي تضوبلوها البنات. انا نعمل وحده فوق وحده، وكما قلت لكم انا بغيتهم يجيو ستيتون، وغنعمل معكم واحد الوحده في الاخر كبيره باش تشوفوا الحجم ديالها. لا بغيتوها تجيكم كبيره، انا نعمل وحده فوق وحده ونحطهم على جنب البنات. ولديك الطريطه اللي تيشيط لي في الجنب، يعني الا جاكم شي طريطه ما محبطقش ولا هذا تخليوه على جنب، توليو تعاودوه في الاخر. صافي تنعمل وحده فوق وحده البنات وتنحطهم في واحد بلاطو يرتاحوا. ونعمل المسمنه ديالي الثانيه نفس الطريقه. غادي انا كما قلت لكم، يعني انتوما شحال بغيتو من كويره تتوقف عليكم، بغيتوهم صغار تعطيوكم كميه صغيره. انا ما شاء الله هاد الكميه هذه راه عطاتني شي 13 الحبه، اللي عطاتني شي 13 ملويه.
وانتوما لا بغيتوهم يجيوكم كبار بطبيعه الحال تكبروا الحجم ديال المليويه ديالكم، بغيتوهم صغار بحال اللي عملت انا تيجيوني هكاك في الحقيقه ستيتون حلوين، تيجيو بحال الشكل ديال الكروس، تيجيو ولا اروع البنات. صافي الطريقه ديال العجينه راه سهله كما شفتوا، نفس الطريقه. شوفوا ما شاء الله العجينه عامله داك البواقات، راه مدلوكه غزاله رخوه. صافي طلقتها تندهنها بديك الزبيده ديالي وتنطويها الطريقه كما وريتكم، وتبقاو ترخفوا يديكم وانتم تطويو. صافي غنستمر هكا تنكمل داك 4 ديال المسمنات ديالي. صافي البنات كما تشوفوا تنولي نعمل وحده فوق وحده وتنقرص. دابا غادي نكمل كميه كامله كما شفتوا، وغادي نرجع الاولى اللي عملت في الاول تلقاها طاعت، تنقرصها بحال الشكل ديال المسيونه وتنبقى نجمع عليها بالجنيبات وتنقرص عليها، تنبرك عليها البنات باش نشكلها بحال الشكل ديال القريصه. وتنقلب ديك العجينه ديالي بالصبعين ديالي تنقلبها كما تشوفوا. صافي راه هما تيبانوا لكم ستيتون هيدا البنات، ولكن راه تيجيو متحفن هيدا صغيورا. وكما قلت لكم بغيتوهم كبار تيتوقف عليكم تعملوا الحجم كبير. خديت الطاوه ديال الفرانه البنات، عملت البابيل ديال اللورنو وغادي نحطهم هيداك البنات. انا تهز لي هيدا يعني في العرضه تهز لي 3 ديال الوحيدات، ولكن ما تلصقوهمش مع بعضياتهم لان تيتنفخوا شويه، يعني تيكبر الحجم ديالهم باش ما يلصقوا لكمش. طريقه كما تشوفوا غنستمر هكا حتى نكمل، يعني تنقرصها بحال شكل المسمنه، تنهزها مع الجناب ونجمعها بالصبيعات ديالي وتنقلبها البنات. صافي تنحطها القريصه عندي واجده. غنكمل الكريسات ديالي كاملين البنات وغنبرك عليهم شويه ونخليهم يخمروا ما بين 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه على حسب الجو، واش عندكم بارد ولا سخون. انا عندي الجو بارد خدالي 15 دقيقه، لكن عندكم الجو سخون البنات راه ياخذ لكم 10 دقائق. غنغطيهم ونخليهم يخمروا وندوز نعمل اللوز اللي غادي نعمل فوق منهم. واهم حاجه البنات الفران يكون عندكم، يعني من حطيتهم وساليتهم غطيتهم شعلت الفران البنات. خديت انا هنا واحد 3 ديال المعالق كبار بومبي ديال السكر حبيبات، عملت عليهم كانت ديك الزبده دايبه عندي، خديت واحد 2 معالق ديال الزبده عملت عليهم. وغادي خليتهم يسخنوا. خديت واحد البيضه كامله بالبياض ديالها، عملت لها واحد طريقه ديال النسكافيه سرعه الذوبان البنات، وواحد قطيره الخل خلطتهم ودهنت الوجه ديالهم. كانت دازت لي 15 دقيقه. شعلت الفران من التحت من قبل ما ندخلهم البنات، كان عندي الفران شاعل من التحت للفوق، والفران مهم الطياب ديالها كان شاعل من الفوق ومن التحت البنات والسخون. عملت القريصات ديالي وخليتهم واحد 4 دقائق حتى ل 5 دقائق وهو شاعل من الفوق ومن التحت. من بعد طفيت عليهم من الفوق خليتهم عام من التحت ونقص الحراره 150 درجه وخليتهم طابو تنفخوا على خاطرهم. هذيك اللوزه البنات، هذاك راه اللوز عندي اللي هذاك السكر اللي عملت كما قلت لكم 3 معالق كبار بومبي، واحد 2 معالق ديال الزبده، ضفت عليهم واحد المعلقه ديال الجليكوز وخليت داك السكر حتى تعسل لي. عملت عليه انا اللوز اللي عندي مقشر شي مطحون، كان عندي واحد شويه ديال اللوز افيلي اللي طحنته في الهاشوار البنات وضفتو عليه
حتى تعسل لي مزيان. يمكن لكم تعملوا عا كاوكاو، ولكن ها الطريقه اللي تعملوا معاها الجليكوز والسكر البنات والزبده، وتتخليو داك ملي تخرجوا هذيك المليويات ديالكم تتعملوهم عليهم من الفوق وتوليو ترجعهم كما شفتوا. رجعتهم من الفران وخليتهم تشمعوا، يعني تشبر لي هذيك اللوز في ديك المليويات ديالي. وهذيك الجليكوز البنات مع داك السكر راه يعطيها، وديك الزبده وواحد الطعم مع ديك اللوز اللي يمكن لكم تعوضوه بكاوكاو او بالجنجلان. يعني تزيين دائما تنقول اختياري يا البنات. الكريسات ديالي او الملاوي ديالي من خرجتهم كانوا طايبين، راه هيداك دهنوهم بشويه ديال من المناضه او العسل وترشوهم بكاوكاو او باللوز باش ما بغيتو. ولكن هاد الطريقه هذه ديال اللوز اللي عملت لهم، او يمكن لكم تعوضوه بكاوكاو، ديروا داك المعلقه ديال الجليكوز والزبده والسكر وتوليو ترجعوا تخشيوهم في الفران يتشمعوا. شنقول لكم ما شاء الله تبارك الرحمن، تيجيو مفشفشين تيحمقوا. هذيك التقرويشه اللي فيهم داك اللوز معسل ومقروش، راه ما شاء الله واحد المذاق. شنقول لكم، واحد التقرويشه فيهم، وواحد الرطوبيه فيهم من الداخل. انا هذه الوحده اللي كنت قلت لكم رانا عملت وحده كبيره، يعني ديك الشياطه اللي شاطت لي ديك في الجنيبات خرج وحده كبيره باش نوريكم الحجم ديالها. لا بغيتو ديروها كبيره. شنقول لكم البنات، غنشكرهم لكم حتى نعيا وما نعطيهمش حقهم. هاد المليويات الصغار تعملهم الضيوف ديالكم، تعملهم الكوتي لوليداتكم، تيجيو ولا اروع. ناجحا وسهلا بالنسبه للمبتدئين 100% البنات. تنتمنى الاقتراح ديوما يعجبكم، وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش يعم بالفائده. وما تنسوش تدعمونا باللايكات فضلا ليس امرا. وغادي نضربكم موعد حتى الفيديو قادم. في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسلامه.